السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم على قناة حلاوة اكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة هنعمل جلاش محشي بالكنافة، وكمان هنعمل الكنافة بالمانجا. بعمل الاتنين مع بعض لان الكنافة بتاعتنا لازم ان احنا نحمصها او نحمرها. فتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنجيب الكنافة، ولو كانت الكنافة بايتة عندك في الفريزر فهسهل عليكي جدا ان انت تقطعيها صغير زي ما انت شايفة. بعد كده هننزل عليها ب5 معالق من السكر البودرة او السكر يكون ناعم. هنقلبهم كويس لغاية لما السكر يدخل مع الكنافة زي ما انتوا شايفين. بعد كده يا ست الكل تكوني محضرة كوباية من الزبدة. كوباية الزبدة دي قدامها نص كيلو من الكنافة. وبعد كده بايديك الحلوين تفضلي ان انتي تعملي فيهم زي ما بعمل كده لغاية لما الكنافة تتغلف بالزبدة كلها. تمام كده، عشان ده السر اللي هيخلي الكنافة بتاعتنا كلها لون واحد لما تيجي تحطيها في الفرن. انا كده خلاص غلفتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. بعد كده مش هعرف احطها في الصينيه دي، لازم تكون الصينيه واسعه شويه. احط فيها كميه زي ما انتوا شايفين كده وافردها، عشان بعد كده هاخدها واحطها في الفرن. تمام كده تمام. يا دوب كده انا هحط الصينيه دي في الفرن، والصينيه التانية انا هعملها فوق البوتاجاز. يعني ممكن تحطيها في الفرن وممكن تحطيها فوق البوتاجاز وتحمريها. لو في الفرن عينيكي عليها وكل شويه تقلبي فيها وتفرديها، تقلبيها وتفرديها. اما لو على البوتاجاز من فوق فتبقى سهله بالنسبه لك ان انت تقعدي تقلبي فيها لغايه ما تاخد اللون الحلو اللي قدامكم ده. ممكن تغمقي عن كده او ممكن تفتحي عن كده حسب ذوق حضرتك. بعد كده هنجيب الجلاش بتاعنا ونفرده ورقه واحده بس. ولو لقيتي الورقه اتقطعت منك كده ولا كده ممكن تغلفيها بورقه تانية، مفيش اي مشكله. دلوقتي هبتدي ان انا افرد الكنافه اللي احنا محمصينها زي ما انتوا شايفين كده على الجلاش من فوق اهو زي الفل. بعد كده هنزل عليها كمان بجوزة هند، اي بقى مكسرات انت بتحبيها. دي جوزة هند، وكمان هنزل عليها بفول سوداني. طبعا جرشينه شويه مش مخلينه زي ما هو، مديله كده يعني ايه دقتين كده بالهون يعني ينعم شويه، او ممكن في الكبه بس ما تطحنهوش قوي. وكمان هنحط زبيب. تمام كده تمام. لغايه هنا زي الفل. دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نلف الجلاش بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. انا كان ممكن احط خط واحد بس يعني جلاش وفي الزبيب والجوزة هند والف، بس انا حبيت يكون كل طبقة من الجلاش بتاعي يكون في نفس الحشوة. طبعا هتسويها من الطرفين، وبعد كده هتجيبي صينية مدهونة بالزبدة وهتحطيها على الصينية او جوه الصينية ما علينا يعني زي ما انتوا شايفين كده. هكمل بقى الكميه كلها عشان متزهقوش مني وارجع لكم على طول. انا كده خلاص خلصت الكميه كلها. هتقولي امال فين انت مش هتدهني الجلاش بالزبده؟ صبرك عليا شويه بس. هنبتدي نقطع الجلاش زي ما يعني زي ما انت بتحبي، عايزه تقطعيه طويل عايزه تقطعيه قصير براحتك خالص. انا هخليه في المعقول، انا قطعته بالنص وبعد كده كمان هقطعه مرتين، يعني كل جنب هيبقى فيه 3 اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هتكوني محضره الزبده السمنه البلدي اللي انت بتحبيه. انا كنت حاطه ده على ده حقيقه يعني، وكمان شويه زيت صغيرين. يعني كنت عامله خليط ما بين السمنه البلدي والزبده والزيت. السمنه البلدي تدي طعم حلو، واللون الاصفر ده بتاع الزبده هيخلي الحاجه لونها حلو. وكمان الزيت عشان يخليها مقرمشه شويه. هبتدي اسقي بقى كل الجلاش اللي عندنا زي ما انتوا شايفين، واهتم جدا بالفواصل علشان خاطر الزبده تخش جواها. وعلى فكرة لو استعملتي زبدة نيوزيلندي هتدي طعم رهيب للجلاش بتاعك. وبرضو عليها شوية من الزيت عشان القرمشة. هاخد بقى الحلوة دي وهروح ادخلها في الفرن في الفرن. الصيام عامل عمايله يا جماعة. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، ونسيبها كده مع نفسها تاخد وتدي لغاية ما يعني توصل للون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. برضو عايزة تغمقي عن كده براحتك، عايزة تفتحي عن كده برضو براحتك. وهي سخنة كده هتكوني محضرة الشربات بتاعك وهتنزلي على الجلاش. الشربات بتاعنا لازم يكون ساقع والجلاش لازم يكون سخن. بعد كده عايزه اقول لكم بس ان الشربات اللي عندي دوت عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه وفانيليا ونص ليمون. الفانيليا ما بتحطهاش الا في الاخر خالص لما تقفلي النار على العسل. العسل اول لما يغلي تعدي بعدها 7 دقايق بالظبط وتشيليه من على النار. تعالوا بقى نشوف الكنافه اللي بالمانجا هنعملها ازاي. برضو بنفس الكنافه اللي احنا محمصينها في الفرن هنحط طبقه صغيره من تحت وهننزل عليها بشويه من العسل، نفس العسل احنا سقينا بيه الجلاش. تمام كده. وبعد كده هنزل بشويه زبيب. عايزه تحطي زبيب حطي، مش عايزه تحطي زبيب ما تحطيش براحتك خالص. عايزه تحطي اي نوع مكسرات تاني براحتك برضو.
بعد كده هنزل عليها بالمانجا. المانجا دي انا طبعا عندنا في الفريزر، فطلعت واحده كده وقمت حاططها في الكبه، خدت ضربتين كده معاها معلقتين من السكر علشان لو كانت مزه ولا حاجه تكون ظبطت تمام كده. اما لو انت متاكده ان المانجا بتاعتك حلوه او مسكره تمام، ما تحطوش معاها سكر خالص. هبتدي دلوقتي بقى افرد المانجا. طبعا انا مش مخففاها، هي مش مفروض تخفف، وممكن كمان تقطعيها قطع كده مربعات صغيره، بس انا بحب الحاجه كلها تبقى ناعمه عشان تبقى زيها كده زي الكريم شانتيه اللي عندنا. وبعد كده الكريم شانتيه هفرده برضو على المانجا. عايزه تخليها العكس، تخلي الكريم شانتيه من تحت والمانجا من فوق، مفيش اي مشكله. الذوق ده تبع يعني ذوقكم انتوا اهو تمام. طبعا هكرر نفس العملية دي تاني، يعني انا مش هعمل طبقة واحدة وهكتفي بكده، لا انا هعمل طبقتين يعني كنافة تاني، وهحط تاني العسل، وبعد كده هحط المانجا، وبعد كده الكريم شانتيه تاني اهو. عايزه اقول لكم ان طعمها كان تحفه جدا جدا جدا، واحلى من اللي بتجيبوها من بره الف مره، لان جربت اللي من بره يعني ما كانتش قد كده. يعني انا حاسه ان يعني اللي انا عاملاها دي كانت طعمها احلى كتير وتروحوا تجيبوها من بره بالشيء الفلاني وبتبقى غاليه، حرام والله. فانت اعمليها في البيت لاولادك، هيبقى طعمها احلى كتير، وحاجه ضمناها انت اللي عاملاها نظيفه، فاكيد اكيد هتبقى طعمها وجودتها احلى كتير من بره. هنحط برضو الزبيب زي ما انتم شايفين، وبعد كده هحط المانجا والكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. بس كده هات بقى تزوقيها من فوق باي حاجه، عايزه تحطي اي نوع مكسرات برضو تحطي. ده على فكره فستق كداب فول سوداني، وحط عليه شويه من اللون الاخضر، يعني بكسر القاعده شويه عشان تدي لون على الكريم شانتيه والطبقات زي ما انتم شايفين، والطعم كان خرافه. انا كده خلصت معاكم الوصفتين بتوع النهارده، يا رب تكونوا وصفتين نالوا رضاكم واكون خفيفه على قلبكم. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه. بصي بقى يا ست الكل، لو عجبك الفيديو بتاع النهارده يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس وتعملي لي لايك حلو زي كده، وتكتبي لي اسمك في كومنت وتقولي لي انت منين بالظبط، عشان المره الجايه ان شاء الله ارحب بيكي على القناه. بشكر جدا جدا طنط نجاح، ربنا يخليها ليا يا رب. واشكر جدا الناس الحلوين اللي من ديكيرنس اللي دايما بيبعتوا لي تعليقات حلوه وبيعملوا لي لايكات حلوه زيهم. طبعا يا ريت يا ريت تبعتوا لي انتوا كمان انتوا منين عشان اشكركم المره الجايه. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلويات اكلنا. مع السلامه.